السلام عليكم. أنا عارفة إن في ناس ما بتحبش الكوسة وفي ناس طبعا بتحبها، بس اللي ما بيحبش الكوسة عايزاهم يجوا يتفرجوا على الفيديو ده علشان أنا متأكدة إن بعد ما أخلصها وكمان يجربوها مش هيبطلوا يعملوها. أول حاجة جبت كيلو من الكوسة تكون حجمها متوسط، مش صغيرة ومش كبيرة، وما تكونش مخبوطة كده ولا تكون مصفرة ولا أي حاجة، وغسلتها كويس قوي تحت المية وشلت الحتة اللي فوق دي اللي هي القومة والحتة اللي تحت، وبعدين قطعتها ترانشات زي ما انتوا شايفين، بس تكون الترانشات متوسطة مش رفيعة قوي عشان لما نيجي نحمرها ما تتهريش، وفي نفس الوقت مش تخينة عشان تستوي وتبقى حلوة. بعد كده جبت واك وعلى نار متوسطة حطيت معلقتين من السمنة البلدي، ممكن انتوا تحطوا حتة زبدة مع معلقتين زيت او حتى زيت بس، الاتنين حلوين. المهم ان انا لازم احمرها او لازم اشوحها كده على النار علشان خاطر تنزل المية اللي فيها كلها، والخطوة دي مهمة قوي يا جماعة. بعد كده بقى حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة من الكمون، طبعا انتوا عارفين ان انا في كل حاجة بحط الكمون، وبعدين معلقة من الملح، وهفضل اشوح فيها كده لحد ما تنزل المية بتاعتها، واول ما تنزل ميتها هحط معلقة توم. بس هنا عايزة اعرفكم بنفسي لو لسه اول مرة بتشوفوني، انا اسماء بحيري، يا ريت تنوروني بالاشتراك وكمان تفعلوا زر الجرس علشان اي وصفة جديدة ان شاء الله انزلها يجيلكم اشعار بيها. حاجتين هيخلوا الكوسة بتاعتنا طعمها يجنن ملهاش مثيل، اولهم التوم، تاني حاجه اثناء الفيديو هقول لكم ان شاء الله. بعد كده بقى شلت الكوسه بعد ما نزلت الميه واتحمرت مع التوم، وحطيت مكانها حله فيها معلقتين من السمنه البلدي. انا دايما بحب السمنه او الزبده مع الكوسه علشان الكوسه من الاكلات اللي ملهاش شخصيه، ملهاش طعم قوي كده، فلازم نطعمها بشويه حاجات كده عشان تبقى في حته تانية خالص والكل يحبها ان شاء الله. وحطيت على معلقتين السمنه معلقتين دقيق وعلى نار متوسطه، يعني هبدا اشوحهم بسيط كده، انا مش هحمرهم، هخلي بس لونهم يبقى فاتح شويه وطعم الدقيق يروح. بعد كده بقى جبت كيلو من الحليب، والحليب ده حليب بلدي يا جماعه ولسه جايباه حالا، واحط منه شويه بشويه، يعني احط الشويه الاولانيين واقعد اقلب شويه كده لحد ما الدقيق يشرب الحليب اللي انا حطيته، احط الشويه اللي بعديهم وهكذا لحد ما اخلص الكيلو. كده نضمن بقى ان مش هيبقى فيه اي تكتلات ويبقى ناعم جدا. بعد كده بقى هحط رشه من جوز الطيب، ودايما بحبها فريش كده علشان الطعم والريحه بيبقوا اقوى بكتير. هي دايما بتبقى لايقه قوي مع اي صوص ابيض، بس في ناس كتير مش بيحبوا جوز الطيب فمفيش مشكله لو ما حطيتهاش، بس انا بحبها دايما. بعد كده بقى حطيت معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود، وعشان اخلي بقى البشاميل بتاعي غني قوي كده وطعمه حلو، حطيت 3 مكعبات من الجبنه المربعات او المثلثات، او حتى لو عندكم الجبنه الكريمي اللي هي كوبايات دي حطوا منها معلقتين، وهفضل اقلب بقى لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا عايزه النهارده البشاميل يكون وسط، لا تقيل ولا خفيف، شايفين؟ وطبعا لو سبتوا التقليب ممكن يتلسع منكم، فعلشان كده ما تسيبوش التقليب نهائي. بعد كده بقى هجيب اي صينيه عندنا واحط فيها كبشتين من البشاميل، وابدا بقى ارص الكوسه، وبعد كده هحط كبشتين تاني من البشاميل، وابدا بقى احط اللحمه المفرومه. انا طبعا ما عصقتهاش في الفيديو ده عشان عصقتها قبل كده في المكرونه اللي هي بدون دهون، ويا ريت تشوفوا الوصفه دي علشان خاطر المفروض ان المره دي اللحمه المفرومه تتعصق بدون اي دهون، لان حاطين على الكوسه دهون وكمان في البشاميل دهون، فكفايه قوي كده. وعايزه اقول لكم ان الصينيه الكبيره دي وكيلو كوسه كله اخد حوالي ربع كيلو لحم، يعني موفره جدا. بعد كده بقى رصيت الطبقه التانية من الكوسه، واحط بقى على الوش بقيه البشاميل كله. وقلت لكم في اول الفيديو ان في حاجتين، اولهم التوم هيخلي الكوسه بتاعتنا طعمها حلو قوي، وتانيهم بقى اللي انا هعمله دلوقتي انكم لازم تحطوا رشه كده من الجبن، موتزاريلا بقى على تشيدر على جبنه رومي، اي حاجه من التلاته لو مش موجود التلاته، او حاجتين حتى، المهم ان الجبنه الرومي يا جماعه انا بعشقها ولازم تحطوها. بصراحه بحس ان هي اليق حاجه على الكوسه. بعد كده بقى احطها في فرن على درجه حراره 200، هتقعد حوالي تلت ساعه نص ساعه لخمس دقايق، وهتطلع معاكوا احلى صينيه كوسه بالبشاميل، سهله جدا وسريعه، موفره جدا. اللحمه المفرومه اللي فيها تكاد تكون يعني ربع كيلو يمكن اقل على كميه الكوسه دي كلها، وسريعه وسهله، وخصوصا بقى في العزومات حاجه كده تشرف على السفره يعني. يا رب تكون عجبتكم، اتمنى تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، مستنياه. وكمان يا ريت ما تنسوش اللايك، والف الف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.